الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، في المجلس الماضي تحدثنا عن عدد من أحكام العصبات وراجعناها سويا ولله الحمد، وكان مما قاله الناظم: والأخت مع بنت فورث عصبة. هذا في العصبة مع الغير، وهم الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن، واحدة أو أكثر، سواء من الأخوات أو من غيرها. وختم الناظم قوله: ولا تكن لغير حق عصبة، أي لا تكن مقويا أو مناصرا لغير الحق. فأخذ العصبة هنا بالمعنى اللغوي، وهي من القوة هو النصرة، فيقول: ولا تكن لغير حق عصبة، أي لا تنصر غير الحق. فإذا لم تقل الحق فلا تقل الباطل، لا تنصر مذهبك إن كان مخالفا، ولا تنصر قبيلتك إن كانت مخالفة للحق، ولكن كن مع الحق ومع أهله. وهذا كما هو معلوم في مجال الاختيار وفي مجال السعة. أما مجال الاضطرار فللضرورة أحكامها، ونسأل الله عز وجل العافية والثبات. أخذنا في أبواب الحجب ونراجع سريعا، وقلنا إن الحجب اصطلاحا نعم منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظه. فلا بد أن يكون المحجوب قد قام به سبب الإرث، لكن شخص ليس بينه علاقة هو والميت، هذا لا نقول إنه محجوب، أن نقول لا علاقة له بهذا المتوفى سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب، الحجب نوعان: حجب أوصاف أولا، وحجب أشخاص. إيش معنى حجب الأوصاف؟ نعم، أن يكون فيه مانع من موانع الإرث المعروفة. حجب الأشخاص كم نوع؟ قسمان: أول حجب حرمان، ثاني إيش معنى حجب الحرمان؟ أن يمنع من الإرث بالكلية بسبب شخص أولى منه. وحجب النقصان أن ينتقل إما من فرض إلى فرض أقل، أو من تعصيب إلى تعصيب أقل، أو من فرض إلى تعصيب أقل، أو من تعصيب إلى فرض أقل، وهي الأربعة الانتقالات المعروفة. وبسبب الازدحام يزدحمون في فرض وفي عصبة وفي عول، وهذا قد سبق معنا في مجلس البارحة بما يغني عن إعادته. لو أردنا أن نأخذ من خلال ما سبق لنا فروقا بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص، نتساعد فيها. نعم، أن حجب الأوصاف لا يرث بالكلية، أما حجب الأشخاص قد يحجب حرمانا وقد يحجب نقصانا، هذا واحد. حجب الوصف أو المحجوب بوصف لا يؤثر على غيره، لا حرمانا ولا نقصانا، لا حرمانا بالإجماع ولا نقصانا على المذهب الصحيح، خلافا لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ومن نحى نحوه رضي الله عنه ورحمهم الله. إذن المحجوب بوصف لا يؤثر على غيره، لا يرث ولا يؤثر على غيره. المحجوب بشخص على الصحيح أنه يؤثر على غيره، وهذه المسألة التي سأل عنها أخونا في مجلس البارحة. أيضا حجب الأوصاف يتأتى دخوله على جميع الورثة. ممكن أن يكون الأب كافرا، وأن يكون الابن رقيقا، وأن يكون الأخ قاتلا ونحو ذلك، لكن حجب الأشخاص أعني حجب الحرمان بشخص، هذا لا يدخل على 6 من الورثة: الأبوان والولدان والزوجان، و6 لا يسقطون في العدد: أب وأم زوجة زوج ولد، والولد يشمل الابن ويشمل البنت، جزاك الله خير. فحجب الأوصاف يتأتى دخوله على جميع الورثة. أما حجب الأشخاص أعني حجب الحرمان بشخص فإنه لا يدخل على 6 كما سبق معنا ذكره. حجب الأوصاف يمنع من الإرث وإن لم يوجد شخص أولى منه، وإن لم يوجد. أما حجب الحرمان بشخص هذا لا بد أن يكون هناك شخص أولى منه هو الذي حجبه وبسببه حجب بالحرمان. أيضا من الفروق أن المحجوب بوصف قد يرث من يدلي به: أب كافر وله ابن مسلم، يرث هذا الابن من الجد باعتباره ابن،
واضح؟ لكن لو أن أخا جاءنا هلك هالك عن أب وأخ شقيق وابن أخ شقيق، هل ابن الأخ الشقيق هذا يرث؟ لا، لأن والده محجوب حرمانا بشخص، فالأب حجب الأخ ومن باب أولى يحجب ابن الأخ، فالذي يدلي بالمحجوب بوصف قد يرث إذا توافر فيه سبب الإرث، كابن وأبوه كافر فإنه يرث من جده إذا لم يكن هناك من يحجبه كابن آخر للجد. أما المحجوب بشخص فإنه لا يرث من أدلى به. إذن هذا مجمل ما قد يقال من الفروق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص. طيب نأتي إلى حجب الأشخاص حرمانا وحجب النقصان. فرقنا بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص، نأتي الآن نفرق بين نوعي حجب الأشخاص. قلنا هناك حجب حرمان وهناك حجب نقصان. هاتوا من الفروق. أن حجب الحرمان بشخص لا يرث بالكلية، واضح، بينما حجب النقصان قد يرث لكنه يحرم من أوفر حظيه. في حجب الحرمان بشخص هذا الحاجب يأخذ الجزء الذي حجبك عنه، واضح. أما الحجب بالنقصان فقد يأخذه وقد لا يأخذه. مثال: هلك هالك عن أم وأب وإخوة أشقة. الآن الأب حجب الإخوة الأشقة، صح؟ جميل. نصيبهم هذا الذي حجبهم أبوهم عنه، وهو لأنهم أنقصوا الأم من الثلث إلى السدس، هذا سيذهب لمن؟ سيذهب للأب. لكن زوج وبنت وعم، البنت الآن حجبت الزوج من النصف إلى الربع، هل أخذت هذا الربع الذي حجبته عنه؟ لم تأخذه. لكن لو كان معنا زوج وابن، الزوج له النصف ومع الابن انتقل إلى الربع، فهذا الربع الذي حجبه الابن عنه سيأخذه. إذن فخلاصة الأمر أن حجب الحرمان بشخص الحاجب يأخذ هذا النصيب الذي حجب عنه كالأب والإخوة. أما من ناحية حجب النقصان قد يأخذه وقد لا يأخذه. الحجب بالحرمان بشخص لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، أما في النقصان قد يرث لكنه ينقص من أوفر حظيه. ونأخذ مسألة أخيرة فيما يتعلق بالحجب قبل أن نراجع القواعد، وهي أقسام الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان بشخص. هناك عدة أقسام. هناك من يحجب ولا يحجب، يحجب غيره حرمانا لكنه لا يحجب. وهناك من يحجب ولا يحجب، هو يحجب لكنه لا يحجب غيره. وهناك من لا يحجب ولا يحجب، وهناك من يحجبون ويحجبون. نأخذ أمثلة. نقول هناك من يحجب ولا يحجب، وهم الأبوان والولدان. الأب يحجب غيره حرمانا لكنه لا يحجب حرمانا بشخص أعني، أما بوصف قد سبق لنا أنه يتأتى دخوله على جميع الورثة. الذين يحجبون ولا يحجبون من هم؟ أولاد الأم، هؤلاء ضعفاء يحجبهم غيرهم حرمانا لكنهم لا يحجبون غيرهم حرمانا. هم قد يحجبون غيرهم نقصانا، إذا كان الجمع منهم مع الأم فإنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس. هناك من لا يحجب ولا يحجب، وهم الزوجان، الزوج أو الزوجة، هذا لا يحجب غيره حرمانا وغيره لا يحجبه حرمانا. الزوج والزوجة هؤلاء لا يسقطون حرمانا بشخص. لا تجد من الورثة من يحجب الزوج حرمانا بمعنى أنه لا يأخذ شيئا، قد يحجبه نقصانا بالفرع الوارث مثلا. وهناك من يحجبون ويحجبون وهم من عدا ما سبق ذكره من الورثة. إذن أقسام الورثة بالنسبة لحجب الأشخاص حرمانا أو لحجب الحرمان بشخص 4 أقسام: من يحجب ولا يحجب، من يحجب ولا يحجب، من لا يحجب ولا يحجب، ومن يحجبون ويحجبون. وهذه 4 الأقسام. نراجع القواعد. قواعد في الأصول: حجب الأصول لا يحجبهم إلا الأصول. أخذنا قاعدة وهي كل وارث من الأصول ذكرا أو أنثى، أيوة، يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. مثال: الأب مع الجد والأم مع الجدة. إذا لم يكن من جنسه هاتوا مثال فيه عكس: الأب والجدة، الأم والجد. فكل وارث من الأصول
يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فإذا لم يكن من جنسه فإنه لا يحجبه. طيب في الفروع، كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته إذا كان من جنسه أو من غير جنسه. مثال: الابن وابن الابن، الابن وبنت الابن. طيب البنات ما يحجبن أحدا من الفروع إلا في الاستغراق ولم يكن هناك معصب. مثال: بنتان، أيوة، وبنت ابن وعم. هذه بنت الابن تسقط، بنت ابن أو أكثر تسقط ما دام لم يكن معها معصب، فإذا وجد المعصب فإنها ترث. الحواشي إيش نطبق على الحواشي؟ من الذي يحجبهم؟ كل ذكر وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا، اللهم إلا الجد، على قول من يقول بتوريثهم معه. مثاله: هلك هالك عن أب وإخوة، عن أب وأعمام، عن ابن وأخ شقيق، عن ابن وأخ لأب، وهكذا. طيب الفروع من الإناث أو إناث الفروع الوارثات يحجبن من الحواشي؟ يحجبن أولاد الأم فقط، فإناث الفروع لا يحجبن أحدا من الحواشي إلا ولد الأم. الحواشي فيما بينهم كيف نعاملهم في الحجب؟ نعم، الأسبق جهة فإن استووا فالأقرب درجة، فإن استووا فالأقوى. والأقوى من هو؟ هو الذي يدلي بقرابتين، يدلي بقرابة الأب ويدلي بقرابة الأم. ما شاء الله. نقرأ إن شاء الله في كلام الناظم. يقول الناظم رحمة الله عليه: باب المشركة أو باب المشركة. وهذه المسألة هي من المسائل ذوات الألقاب والمسميات في علم الفرائض، ولها صورة معينة. سنقوم على اللوح، ما في اليوم أقلام هنا. طيب، فهذه المسألة لها صورة معينة لا تتغير ولا تتبدل، وهي تعتبر بمثابة الأركان والشروط، رحمك الله، بمثابة الأركان والشروط. ولعلي أقوم على اللوح لكتابة المسألة أولا، حتى إذا علقنا عليها يكون الأمر واضحا لنا جميعا في تصور المسألة التي نتكلم عنها إن شاء الله. أركانها: زوج وأم أو صاحبة سدس وجمع من الإخوة لأم وإخوة أشقة. إذن أركانها: زوج وأم أو صاحبة سدس، جدة أو جدات، وإخوة لأم، جمع من الإخوة لأم، وإخوة أشقة. إيش للزوج؟ له النصف لعدم الفرع الوارث. إيش للأم؟ السدس. لما؟ لوجود الجمع من الإخوة. ما شاء الله. الإخوة لأم إيش لهم؟ لهم الثلث، لأنهم جمع، ولعدم الفرع الوارث، ولعدم الأصل الوارث الذكر، لهم الثلث. هؤلاء الإخوة الأشقة إيش هم؟ عصبة، لهم الباقي إذا بقي. أصل المسألة كما سيأتينا من 6. نصفها كم؟ 3. سدسها 1. ثلثها كم؟ كم ثلث 6؟ 2. نجمع الآن 3 و1 4، 4 و2 6. انتهت المسألة. الآن الإخوة الأشقة على ما أخذنا إيش سيكون مصيرهم؟ إيش ذكرنا من أحكام العصبات؟ أنه إذا لم تبق الفروض شيئا فإنه يسقط. الأصل أننا نسقط الإخوة الأشقة. واضح؟ هكذا يحل الحنابلة المسألة. يقولون للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، والإخوة الأشقاء لأنهم عصبة يسقطون، ليس لهم شيء، فلم تبق الفروض لهم شيئا. وهذا أخذا بعموم الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها. فالزوج صاحب فرض، الأم صاحبة فرض، الإخوة لأم أصحاب فروض، فإذا استغرقت الفروض التركة فإنهم يسقطون. هذا هو حل الحنابلة لهذه المسألة. طيب، لو أن بدل الأم جدة، هل يختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم. لو أن بدل الإخوة الأشقاء إخوة لأب، هل سيختلف الحكم؟ هم عصبة يسقطون. نحل الآن المسألة على قول من يقول بالتشريك، وهو الذي ذكره الناظم رحمه الله: زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة. الزوج له النصف، الأم لها السدس، وهؤلاء لهم الثلث.
أصل المسألة من 6 كما أسلفنا. للزوج نصفها 3 وللأم سدسها 1. هنا الذين يقولون بالتشريك يقولون هؤلاء الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم أمهم واحدة، لأن الأخ الشقيق هذا مع الأخ لأم أم هؤلاء وأم هؤلاء واحدة، إنما اختلفوا في الأب. الإخوة الأشقاء أبوهم شخص والإخوة لأم أبوهم شخص آخر. قالوا فلا نحرم الإخوة الأشقاء من الإرث، إنما نجعلهم مع الإخوة لأم كأولاد أم. لماذا؟ لأن أمهم واحدة. اتضح لكم؟ فإيش العمل عندهم؟ يقولون نمد نصيب الإخوة لأم بينهم وبين الإخوة الأشقاء، فنجعل الإخوة الأشقاء إخوة لأم من طريق إيش؟ من طريق الأم، لأن أمهم واحدة، فيلغون قرابة الأب في الإخوة الأشقاء، يلغون قرابة الأب فيجعلونهم إخوة لأم. ولذلك الرحبي يقول فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، ارمي بأبيهم كأنه غير موجود، فنجعل هؤلاء إخوة لأم. واضح؟ هكذا يقول الجمهور المالكية والشافعية، ورواية عن الحنابلة رحمة الله عليهم. هنا الأحناف والحنابلة يحلون على الحل السابق. واضح؟ فخلاصة الكلام أن الذين يقولون بالتشريك يجعلون الإخوة الأشقاء إخوة لأم، لكننا نقول لو أن الإخوة لأم هؤلاء أخ واحد، نطبق على اللوح حتى يتضح الأمر جليا إن شاء الله لنا، أم وزوج وأخ لأم واحد و100 أخ شقيق. ما شاء الله استكثرتم من 100 الأخ الشقيق. طيب لا يجعل الله البركة إذا رزق الله العدد الكبير بالبركة. طيب الآن هنا الزوج له النصف، الأم إيش لها؟ ما لكم؟ الأم السدس، الأخ لأم إيش له؟ سدس، هؤلاء لهم الباقي. أصل المسألة من 6، نصفها 3 سدسها 1 للأخ لأم، اجمعوا 3 و1 4 و1 5، يبقى معنا في المسألة 1. هذه المسألة لا نشرك الإخوة الأشقاء مع الأخ لأم بالإجماع. هذه حتى الذين يحلون المسألة على هذه الطريقة التشريك يقولون للأخ لأم الواحد السدس ولل100 الأخ الشقيق السدس. طيب أليس هؤلاء الإخوة الأشقاء إخوة لأم؟ بلى. لماذا لا نقول نلغي قرابة الأب في هذه المسألة ونجعلهم جميعا إخوة لأم؟ هذا يدل على أن التعليل بأنهم إخوة لأم هذا غير مضطرد، غير مضطرد. دليل آخر نقول زوج وأم وإخوة لأم وأخت شقيقة، للزوج النصف، للأم السدس لوجود الجمع، للإخوة لأم الثلث، ونفرض للأخت النصف. أصل المسألة من 6، نصفها 3 سدسها 1 ثلثها 2، وتعول المسألة 3 و2 5 و6 و3 تكون 9، تعول المسألة إلى 9. أليست الأخت الشقيقة هذه أختا للإخوة من الأم من الأم؟ بلى. لماذا هنا جعلتم السدس للأخ لأم بوحده والسدس لل100 أخ شقيق ولم تقولوا نشركهم في الثلث؟ لماذا هنا فرضتم للأخت الشقيقة النصف ولم تجعلوها شريكة مع الإخوة لأم وهي من أولاد الأم؟ هذا يدل على أن القول بأننا نورثهم هنا باعتبار أنهم إخوة لأم أنه تعليل غير مضطرد، لأنهم هنا في هذه المسألة إخوة لأم تمام، وهنا هم إخوة لأم، وهنا هي أخت لأم. لماذا تلغون قرابة الأب في المسألة التي هي صورة المشركة الرئيسة ولا تلغون قرابتهم في الأمر الآخر؟ أيضا من الإيراد عليهم أنه لو كان معنا مثلا زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق وأخت شقيق، هنا لو أعطينا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم وورثناهم معهم، ألسنا نسوي بين ذكر الشقيق وأنثى؟ لأنهم هنا يقولون كيف سنورث الإخوة الأشقاء ذكور وإناث؟ سنجعل الأخ الشقيق مثل الأخت الشقيق، يعني لن يجعلوا للذكر ضعف ما للأنثى، إنما سيسوون بين الشقيق وأنثاه، بين ذكره وأنثاه. والله يقول وإن كانوا، إيش الآية اللي في آخر النساء؟ إن امرؤ هلك ليس له، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الله يقول اجعل الذكر ضعف ما للأنثى، ونحن هنا في المشركة نقول اجعل الشقيق مثل الشقيقة، واجعل الشقيقة مثل الشقيق. فالقول بالتشريك باعتبار أن الإخوة الأشقاء إخوة لأم تعليل غير مضطرد، ولذلك فالأسلم في هذه المسألة أن يقال إن الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث والإخوة الأشقاء لهم السقوط وليس لهم شيء. يقول لك واحد مثلا ينظر لها بالعاطفة يقول هؤلاء الإخوة لأم أبناء شخص آخر ويرثون مني، وإخوة الأشقاء لا يرثون مني. نحن إذا نظرنا إليها بالعاطفة البشرية لا شك أنه سيكون هناك ثقل في النفس. كيف أورث أخي من أمي الذي قد يكون من قبيلة أخرى بيني وبينهم ثأر وبيني وبينهم حروب وأمنع إخوة الأشقاء؟ نقول هم لأنهم أشقاء يرثون في أماكن ربما يسقط فيها الأخ لأم، ولأنهم أشقاء كانوا عصبة، ومن أحكام العصبة عندنا أن العصبة إذا لم تبطل الفروض شيئا فإنه يسقط. ونحن لا ننظر في الأحكام العملية إلى الأمور العاطفية، كما أننا نتعبد الله في الأمور العلمية والعقدية بالدليل، فإننا نتعبد الله عز وجل هنا بالدليل. ولذلك فالقول بأن الإخوة الأشقاء هنا يسقطون في المشركة هو القول الأقرب إلى الصواب، لا سيما أن تعليلات وأدلة القائلين بالتشريك تعليلات غير مضطردة. فقد انتقضت علينا في مسألة الأخ لأم الواحد مع 100 أخ شقيق، وانتقضت علينا في الإخوة لأم مع الأخت الشقيقة. هم هنا يقولون بالإجماع أن الأخت الشقيقة لها النصف، اللهم إلا طاووس فإنه يشرك بينهم هنا ويقول هي أخت لأم، ففي هذه الحالة يسقطون قرابة الأب. نحن نسألهم هل هناك فرق بالاسم وفي الحكم بين الأخ لأم وبين الأخ الشقيق أو ليس هناك فرق؟ لو أنك تتكلم مع عربي يفهم اللغة العربية وتقول له هذا أخي من أمي وهذا أخي الشقيق، هل يتصور في ذهنه أن هناك فرقا أم لا؟ نعم، هذا أخ لأم وهذا أخ شقيق. فلو قلت هذا أخ من أمي، هل يفهم العربي الذي يفهم اللسان العربي أن هذا أخ شقيق؟ لا يفهم. وهل إذا قلت هذا أخ الشقيق يفهم أنه أخ من الأم؟ فهناك فرق في الاسم وفي الحكم. في الاسم الأمر واضح، هذا أخ لأم وهذا أخ شقيق. في الحكم الله جعل الأخ لأم صاحب فرض وجعل الأخ الشقيق صاحب عصبة، وقد قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الحقوا الفرائض بأهلها. وصاحب الفرض من هو في هذه المسألة من الإخوة؟ والأخ لأم. فنقول الإخوة لأم يأخذون الفرض، وما بقي فلأولى رجل ذكر وهو الأخ الشقيق. لم يبق له شيء، خلاص مع السلامة، لم يبق لك شيء. الله عز وجل جعل الإخوة لأم شركاء في الثلث، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هم إذا شركت معهم الإخوة الأشقاء هل أصبح الإخوة لأم شركاء في الثلث أو ظلمناهم وأخذنا جزءا من حقهم للإخوة الأشقاء؟ لا شك أننا إذا أدخلنا الإخوة الأشقاء عليهم وشركناهم معهم أننا نأخذ جزءا من نصيب الإخوة لأم ونعطيه للإخوة الأشقاء بأي حق. كما يقال هل هؤلاء الإخوة الأشقاء على رؤوسهم ريشة أننا ننظر إلى ما يرضيهم؟ أنت قد ترث في مسألة باعتبار أنك العاصب تأخذ المال كله، وقد تأخذ ما أبقت الفروض، فإذا لم تبقى الفروض لك شيئا فإنك تسقط. وقولهم هب أن أبانا كان حمارا، كما يروى في القصة التي عندما جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، منهم من يقول إن زيد بن ثابت الذي قاله، ومنهم من يقول إن رجلا منهم هب أن أبانا كان حمارا، أو هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم. شيخ الإسلام عندما ناقش هذه المسألة قال لو أن أباهم كان حمارا لكانت أمهم أتانا، يعني أنثى الحمار أكرمكم الله، فلم يكونوا من بني آدم، واضح. لكنهم يريدون كما هو معلوم أنهم يريدون أننا نجعل أبانا معدوما، ولا يقال إن الأب هنا وجوده وعدمه على حد سواء، لا، لأن الموجود يختلف عن المعدوم، فالعدم يختلف عن الوجود. فوجود الأب هنا له أثر، قد ينفعهم وقد يضرهم. هم لأنهم إخوة أشقاء لو جاء معهم إخوة لأب، واضح، فإنهم مقدمون عليهم نظرا لقوتهم. لكن هنا الآن ما دام وجد معكم جهة الأب فإنكم أصبحتم أشقاء، وهذه القوة أضعفتكم أمام أصحاب الفروض لأنهم مقدمون عليكم. واضح هذا؟ إذن خلاصة الأمر، لو كان عندنا مثلا بدل الزوج زوجة
ليست مشركة، سيختلف الحكم. تريدون أن نطبق عليها؟ ننظر إلى بعض الإخلالات في أركان المشركة: زوجة وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. إيش للزوجة؟ الربع. إيش للأم؟ السدس. إيش للإخوة لأم؟ الثلث. واضح؟ إيش للإخوة الأشقاء؟ باقي أصل المسألة من 12. ربعها ما لكم، ربعها 3، سدسها 2، ثلثها 4، 3 و2 5، 5 و4 9. كم يبقى من 12؟ 3. إذن بقي لهم باقي. فإذا تغير الزوج إلى زوجة ليست مشركة، لأنه يبقى للإخوة الأشقاء. واضح؟ طيب لو أن عندنا مثلا هنا نقول زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء وبنتين، إيش للزوج؟ الربع. إيش للأم؟ السدس. إيش للإخوة لأم؟ انتبه، لا شيء. أحسنت، لا شيء. الإخوة الأشقاء عفوا البنتين إيش لهن؟ الثلثان. أصل المسألة من 12. ربعها 3، سدسها 2، ثلثاها 8، 8 و2 10 و3 13. عالت المسألة. هل بقي للإخوة الأشقاء هنا شيء يرثونه؟ فلماذا نسقط الإخوة الأشقاء هنا ولا نسقطهم هناك في الاستغراق؟ هناك استغراق ويقولون لا نسقطهم، وهنا استغراق ويقولون نسقطهم. فالتعليل بأن الإخوة الأشقاء إخوة لأم تعليل غير مضطرد. لا، ما يفرق. المهم أن يكونوا عصبة، ذكر أو أكثر، ذكور وإناث. لو كان هناك إناث فقط سنفرض لها أخت شقيقة، نفرض لها أختان شقيقتان، نفرض لها، وتعول المسألة. مرحبا يا شيخ علي. أيوة، على كل حال هذا إذا ثبت عن عمر. حافظ بن حجر يضعف هذا، والشيخ الألباني يضعف هذا، يضعف قضاء عمر، وبعض المحققين المعاصرين في الفرائض يحسنوا بمجموع الطرق. وخلاصة الأمر في المشركة أنهم جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر، مسألة فيها زوج وفيها أم وفيها إخوة لأم وفيها إخوة أشقاء. جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في عام من الأعوام، فقضى بينهم على ما هو على اللوح في الصورة السابقة بإسقاط الإخوة الأشقاء، نظرا لأنهم عصبة لم تبق لهم الفروض شيئا فأسقطهم. ثم جاءوه في عام قابل نفس المسألة، فأراد أن يقضي بما قضى به سابقا، لكنهم أوردوا عليه إيرادا كما جاء في بعض الطرق: هب أن أبانا كان حمارا، أو هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم، لم يزدنا أبونا إلا بعدا، نحن نريد أن ينفعنا أبونا لا أن يضرنا. فشرك بينهم وجعلهم إخوة لأم وشركهم في الثلث. فقال له شخص: إنك قضيت في هذا في عام قابل بغير هذا. قال: بماذا قضينا؟ قال: قضيت بإسقاط الإخوة الأشقاء. قال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فعلى كل، إذا ثبت هذا عن أمير المؤمنين عمر فتأوله الذين يقولون بعدم التشريك بأنه ربما أن هناك ملابسات للقضية، خشية حصول فتنة فيما بينهم ونحو ذلك، فاجتهد أمير المؤمنين عمر فقال بالتشريك. وإلا في الأصل على ما أوردنا من كلام والمناقشات للعلماء رحمهم الله المانعين كلام كثير وأدلة مقنعة إن شاء الله. والصواب في هذا هو ما أسلفت ذكره، أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المشركة نظرا لوجود الاستغراق. هذه المسألة يسميها بعض العلماء المشركة والمشركة والمشتركة والمشتركة، ويسميها بعضهم العمرية والمنبرية واليمية والحجرية والحمارية. كل هذه مسميات لهذه المسألة. وعلى كل حال فقد قال بعدم التشريك الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، والإمام أحمد في مشهور المذهب رحمة الله على الجميع، وقال به أيضا من الشافعية ابن المنذر، وقال به الإمام النووي وابن اللبان وغيرهم من العلماء رحمة الله عليهم، ابن عبد البر والقرافي وشيخ الإسلام وابن القيم، علماء كبار ومحققون أجلاء. وفي القول المقابل وهو القول بالتشريك قال به الإمام مالك، وقال به الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، وقال به طوائف من العلماء، وهو قضاء أمير المؤمنين عمر الأخير فيما يروى عنه. فخلاصة الأمر هذه هي المشركة التي تكلم عنها الناظم في الأبيات التي سنقرأها إن شاء الله. قال الناظم رحمة الله عليه: باب المشركة: وحيثما زوجا وأما تلقى
وإخوة للأم مع أشقاء فاجعلهم جمعا لأم إخوة واقسم عليهم ثلث مال إسوة. يقول الناظم إنك حيثما تلقى في المسألة زوج والمراد به الزوج الذكر، فإذا وجدت زوجا وأما، حيثما زوجا وأما تلقى في المسألة وإخوة للأم لا بد أن يكونوا جمعا. فإذا كان الأخ لأم واحدا فإن المسألة ليست مشركة، لأنه يبقى للإخوة الأشقاء شيء وهو السدس يبقى لهم. قال وإخوة للأم مع أشقاء، المراد أن يكونوا عصبة، سواء كانوا شقيقا واحدا أو أكثر، سواء كان شقيقا وشقيقة أو أشقاء وشقائق، المهم أن يكونوا عصبة بالغير ذكورا وإناثا، أو أن يكونوا عصبة بالنفس ذكورا خلص. أما إذا كانوا إناثا خلص سواء كانت واحدة أو أكثر فإننا نفرض لها وتعول المسألة ولا تكون المسألة مشركة. قال فاجعلهم جمعا لأم إخوة. اجعل من؟ الإخوة الأشقة والإخوة لأم. اجعلهم ليش نجعلهم لأم؟ باعتبار أن أمهم واحدة. قال فاجعلهم، هذا بيان لحكم المشركة. قال فاجعلهم جمعا أي جميعا لأم إخوة، اجعلهم إخوة لأم واقسم عليهم ثلث مال إسوة. إسوة أي سوي بينهم، اجعلهم سواء. وهذا مما يرد على القائلين بالتشريك أننا نجعل أنثى الشقيق وذكره سواء. الله عز وجل لم يجعلهم سواء، إنما جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فكيف نسوي بين ذكر الشقيق وأنثاه والله يأمرنا أن نجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وهل هذا إلا خلاف ظاهر القرآن؟ ولذلك فمن شرك بينهم فإنه قد خالف ظاهر النص ولم يلحق الفرائض بأهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحقوا الفرائض بأهلها. الذي عندنا من الإخوة من أصحاب الفروض الإخوة الأشقة ولا الإخوة لأم؟ الإخوة لأم. لا تنظر إليها بالعاطفة، لأنك إذا نظرت إليها بالعاطفة ربما تقف على المسألة بالقول بالتشريك. كيف أعطي أخي لأمي ولا أعطي أخي الشقيق؟ الله الذي أعطاه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم بهذا. ظاهر النصوص يؤيد قول القائلين بعدم التشريك. قال واقسم عليهم ثلث مال إسوة فهذه المسائل المشتركة قال بها بعض وبعض تركه. فهذه المسائل لو أن الناظم قال فهذه المسألة كان أولى، لأن صورتها واحدة لا تتغير ولا تتبدل، فليست عندنا مسائل. قال فهذه المسائل المشتركة قال بها بعض، أي قال بالتشريك بعض العلماء وبعض تركه، أي بعض لم يقل بالتشريك. ظاهر عبارة الناظم رحمه الله هنا أنه يقول بالتشريك، مع أن الناظم حنبلي المذهب، واضح؟ فظاهر العبارة عندما يقول فاجعلهم جمعا لأم إخوة واقسم عليهم ثلث مال الإسوة أنه يخالف ظاهر المذهب ويخالف مشهور المذهب. لكن الناظم في شرحه لهذه المنظومة قال وهذه المشركة لا تتمشى على قواعدنا وعلى قواعد أبي حنيفة، وإنما ذكرناها تبعا للأصل ولبيان الخلاف فيها. فظاهر عبارة الناظم هنا أنه مخالف لمشهور المذهب، ولكن كلامه في الشرح يؤيد ويقوي ما جاء في ظاهر المذهب أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المشركة. هذا غاية ما قد يقال في المشركة. خلاصتها أن لها أركانا معروفة وهي الزوج والأم صاحبة سدس من الأصول، سواء كانت أما أو جدة. لو كان عندنا زوج وجدة أو جدات وإخوة لأم وإخوة أشقة هل تتغير المسألة؟ لا تتغير، لأن الفرض عندنا سدس سواء أخذته الأم أو أخذته الجدة أو الجدات. يقول الناظم رحمه الله باب الجد والإخوة. اليوم نحن مع الشيبة، هذا الجد والإخوة. المراد بالجد هنا الجد إيش؟ الصحيح، الجد لأب، الجد الثابت أو الجد العصبي أو الجد الصحيح أو الجد الوارث أو الجد الثابت، كل هذه مسميات لهذا الجد، والمراد به الجد الذي من قبل الأب. والمراد بالإخوة هنا الإخوة لغير أم، لأن الإخوة لأم يسقطهم الجد إجماعا. الإخوة هناك إخوة أشقة وهناك إخوة لأب وهناك إخوة لأم. الأشقاء يسمون بني الأعيان، يقال بنو الأعيان، والإخوة لأب يسمون بني العلات، لأن كل منهم من أم، واضح؟ أما بنو الأعيان هم من عين واحدة من أب وأم، وأما الإخوة لأم فإنهم يسمون بني الأخياف، أي بنو الأخلاط. الأم واحدة والآباء متعددون، ومنه مسجد الخيف في منى لأنه يجمع أخلاطا من الناس. فالمراد بالإخوة هنا
الإخوة لغير أم. أما الإخوة لأم فإنهم لا يدخلون معنا هنا لأنهم محجوبون بالجد إجماعا. والمراد من هذا الباب أيضا بيان حكمهم إذا اجتمعوا. أما إذا انفرد الجد عن الإخوة معروف حكم الجد، إذا انفرد الإخوة عن الجد معروف حكمهم. قد سبق معنا أن الجد له 3 أحكام إذا انفرد عن الإخوة، وأن الإخوة يعتبرون عصبة إذا انفردوا عن الجد، إما أن يرثوا المال كله أو يرثوا الباقي بعد أصحاب الفروض أو يسقطوا إذا لم تبق الفروض شيئا. فإذا اجتمعوا فهذا الباب هو المقصود به. فإذا اجتمع الجد والإخوة فإن المقصود بهذا الباب أن نبين ما نصيب الجد وما نصيب الإخوة، وهل يرث الإخوة مع الجد أم لا يرثون. هذه المسألة تعتبر من كبريات المسائل الفقهية التي حصل فيها الخلاف المحتدم بين الفقهاء رحمة الله عليهم من زمان أمير المؤمنين عمر إلى اليوم، والخلاف في هذه المسألة قائم، وهناك فيها 5 مذاهب ومدارها أو جوهرها وأشهرها مذهبان: مذهب يقولون بأن الإخوة يرثون مع الجد، ومذهب يقولون أن الإخوة يسقطون بالجد ولا يرثون معه. الناظم هنا مشى على المذهب الذي يقول بأن الإخوة يرثون مع الجد. صورة المسألة كيف؟ أن يموت شخص وله جد، أبوه غير موجود لكن أبو أبيه حي وله إخوة، فهل يرث هذا الجد من هذا الشخص ويأخذ ماله كله، أم أن إخوته الأشقاء يرثون معه؟ اتضحت صورة المسألة؟ من يعيد صورة المسألة؟ نعم. يموت الميت وله جد وله إخوة. نعم. فهل يرث الجد مع الإخوة أو يحجب؟ جميل. هل يكون لهؤلاء الإخوة نصيب في تركة أخيهم الميت أم أن الجد يأخذه؟ فالناظم رحمه الله مشى على أن الجد لا يأخذ جميع المال، إنما له أحوال سنتطرق إلى أهمها إن شاء الله، والإخوة يرثون معه. هناك قول بعدم ميراث الإخوة مع الجد، ويقولون إن الجد أب يسقط الإخوة معه، هلك هالك عن جد وإخوة. على هذا القول يقولون المال للجد كما لو كان معنا أب، لأن الجد يقوم مقام الأب عند عدم الأب، ففي هذه الحالة يسقط الإخوة وليس لهم شيء. وهذا القول بسقوط الإخوة مع الجد هو قول 10 من الصحابة رضي الله عنهم، قال به أمير المؤمنين أبو بكر الصديق وهو من هو، وقال به ابن عباس وابن الزبير وعمران بن حسين وأبي بن كعب ومعاذ وابن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله، جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم. بل يقول الإمام البخاري: ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. فحكي إجماع الصحابة السكوتي على أن الجد يحجب الإخوة، ولذلك أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله بهذا المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد أن الإخوة يسقطون بالجد ولا يرثون مع الجد شيئا. وهناك في القول المقابل قال به عدد من الصحابة، قال به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقد كان أمير المؤمنين عمر يرى في بداية أمره أن الجد أب، ثم بعد ذلك ذهب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وسأله في أمر الجد والإخوة، فاقتنع بأن الإخوة يرثون. ولذلك كان أول جد ورث في الإسلام هو عمر رضي الله عنه، عندما مات أحد أبناء أبنائه ثم بعد ذلك أراد أن يأخذ المال كله، فقال له علي: قف، وهو زيد بن ثابت، ليس لك حق في المال كله، لا تأخذ كله. فاقتنع بقولهم أن الإخوة يرثون مع الجد. وهناك تفاصيل، الذين يقولون بميراث الجد مع الإخوة أو بميراث الإخوة مع الجد هم مختلفون فيما بينهم في كيفية التوريث. أمير المؤمنين عمر له طريقة، علي بن أبي طالب له طريقة، عبد الله بن مسعود له طريقة، زيد بن ثابت له طريقة، مختلفون فيما بينهم. الناظم هنا مشى على مذهب زيد بن ثابت في توريث الإخوة مع الجد. فخلاصة الأمر أن هذه المسألة من المسائل المشكلة، كما عبر الإمام ابن العربي رحمه الله أنها تجاوزت الحد في الإشكال. اعلموا علمكم الله المشكلات أن مسألة الجد تجاوزت الحد في الإشكال، ولذلك كان عدد من الصحابة يتحرجون من القول في الجد والإخوة، وكذلك عدد من التابعين كان بعضهم إذا سئل عن الجد والإخوة لا يتكلم، ويعتبر أن أجرأكم على جراثيم جهنم، أي على أصل جهنم، ومن يتقحم جهنم هو أجرأكم على قسم الجد. فالمسألة تحتاج إلى مزيد نظر، وتحتاج إلى مزيد تمحيص، والأدلة فيها قوة لهذا الطرف ولهذا الطرف، لكن يبقى القول بأن الجد أب قول قوي،
لكن القائلين بالقول الآخر علماء أجلاء، قال به الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، بل نسبه الحافظ ابن كثير إلى الجمهور وعده مذهب الجمهور. فالإنسان لا ينكر على من يقول بالقول الآخر الذي يورث الإخوة مع الجد، لكن الأدلة التي تدل على أنهم يحجبون أدلة في التصور القاصر أنها أقوى، بل ربما يكفي دليل واحد أن اختلاف القائلين بتوريث الإخوة مع الجد في كيفية التوريث هذا من الأمور التي تؤيد وتقوي جانب القول بأنهم لا يرثون، لأنه لو كان توريثهم من عند الله سبحانه وتعالى وكان صحيحا لم يكن فيه اختلاف. وستجدون وسترون في المسائل التي سنمر معها إن شاء الله أنهم تارة يجعلون الجد كأخ واحد من الإخوة، هو أخ يعصب الأخت، وتارة يجعلونه صاحب فرض إذا بلغ حدا معينا عاصب إلى مقدار معين ثم يجعلونه صاحب فرض، ومع الأخت يعصب الأخت لكن أحيانا يفرضون للأخت معه. وهم في جوهر هذا الباب ينظرون في الغالب إلى الجد، ينظرون إلى الأحظ إلى الجد. يعني لو أنه لم يبقى في المسألة إلا السدس ومعه إخوة يعطون السدس لمن؟ يعطونه للجد. لو لم يبقى إلا أقل من السدس يكملون السدس للجد وتعول المسألة ويسقط الإخوة. وكذلك لو لم يبقى في المسألة شيء فيفرضون للجد السدس وتعول المسألة ويسقط الإخوة. إذن أنتم ترون في قرارة أنفسكم أن الجد أقوى من الإخوة، لأنه لو كان الجد والإخوة سواء في القوة كما تقولون هم استووا في الإدلاء فيستوون في الإرث، لماذا تسقطون الإخوة؟ شركوهم معه في السدس، شركوهم معه في السدس الباقي أو شركوهم معه فيما تبقى. فهم في قرارة أنفسهم يفهم الإنسان من صنيعهم وتعاملهم في مسائل الجد والإخوة أنهم يرون أن الجد أقوى، ولذلك إذا لم يبقى إلا السدس فهو للجد ويسقط الإخوة، إذا لم يبقى إلا أقل من السدس نكمل السدس للجد ويسقط الإخوة، إذا لم يبقى في المسألة شيء فإننا نفرض للجد السدس ويسقط الإخوة. طيب اجعلوا هذا الشيبة هو القوي وانتهى الأمر، لماذا تزعجون المسألة بهؤلاء الإخوة؟ ما دام أن الجد ننظر إلى الجد، هم في أكثر المسائل ينظرون إلى الجد، بينما كما سيأتينا في المعادة ينظرون إلى الإخوة، ينظرون إلى الأحظ للإخوة. وعلى كل حال فخلاصة الأمر أن المراد بباب الجد والإخوة هو الجد الصحيح والإخوة لغير أم، ولهم حالتان إذا اجتمعوا مع الجد، فإما أن يكون معه صنف واحد، إما أشقة وإما لأب، لأن الإخوة لغير أم كم صنف؟ الإخوة لغير أم كم صنف يا أستاذ حمد؟ صنفان، أشقة ولأب. فإما أن يكون مع الجد صنف واحد وإما أن يكون معه الصنفان. سنبدأ أولا بالكلام عن الجد إذا كان معه صنف واحد فقط، إما أشقة وإما لأب، لأن إذا اجتمع معه الصنفان هذه مسألة أخرى ستأتينا في ما يعرف بالمعادة أو المعاداة. فإذا كان مع الجد صنف واحد إخوة أشقة أو لأب وليس معهم صاحب فرض فإننا ننظر إلى الأحظ للجد، ننظر إما أن يكون له الأحظ المقاسمة أن يقاسم الإخوة كواحد منهم، وإما أن يأخذ ثلث جميع المال، وفي الحالة الثالثة قد يستوي له الأمران. واضح؟ متى يكون الأحظ للجد المقاسمة؟ إذا كان الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب أقل من مثلي الجد. الجد له مثل وله مثلان، مثل الجد كم من الإخوة؟ واحد، مثله اثنان. كم مثل الجد من الأخوات؟ اثنتان. وكم مثلاه من الأخوات؟ أربع. إذن فالأحظ للجد المقاسمة إذا كان الإخوة أقل من مثليه، يعني جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان، جد وثلاث أخوات، وجد وأخ وأخت، هذه 5 صور يكون الأحظ للجد فيها المقاسمة. إذا هلك هالك عن جد وأخ إيش الحكم؟ أولا هل الإخوة الآن أكثر من مثليه أو أقل أو مثل الجد؟ أقل من مثليه، من مثليه ليس من مثله، من مثليه، يعني ليسوا ضعفين أو ضعفان للجد. فجد وأخ نقول الأحظ للجد المقاسمة، نقسم المال نصفين، نعتبر الجد أخ هنا كأن عندنا أخ شقيق وأخ شقيق، كيف سنقسم المال بينهم؟ نصفين. وكأن عندنا أخ لأب وأخ لأب،
فجد وأخ نقسم المال نصفين بينهما، جد وأختان للذكر مثل حظ الأنثيين، جد وثلاث أخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، جد وأخ وأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح هذا؟ هذه الحالة الأولى، أن الأحظ للجد المقاسمة، ضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثلي الجد. طيب كان الإخوة أكثر من مثلي الجد، مثلا جد وثلاثة إخوة أكثر من مثليه، بمعنى أنهم اثنين وزيادة، أقلها أخوان وأخت، وأما أكثرها فلا حصر لعد هذه الصور، لأنه عدد الإخوة لا نستطيع، إذا كان أكثر من الجد لا نستطيع أن نحصرهم. فإذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد فإن الأحظ له الثلث، ثلث جميع المال. انظروا هناك، عندما كان الإخوة أقل من مثليه كان الجد إيش؟ عصبة، عاصب، يرث مع الإخوة كواحد منهم، يرث مع الأخوات بالعصبة بالغير. لكن عندما كان الإخوة أكثر من مثليه أصبح إيش؟ صاحب فرض. واضح؟ وهو لا يكون صاحب فرض إلا إذا كان مع الفرع الوارث الذكر، هذا هو الوارد في النصوص، ومع ذلك جعلوه عصبة مع الإخوة الأقل من مثليه، وهنا جعلوه صاحب فرض مع الإخوة الأكثر من مثليه. إذن فخلاصة الأمر أنه يكون هناك المقاسمة الأحظ له أي الأكثر له فيما إذا كان الإخوة أقل من مثليه. فإذا كانوا أكثر من مثليه فإن الأحظ له إيش؟ الثلث، ثلث جميع المال. طيب استوى الإخوة مع مثلي الجد، جد وأخوان، جد وأربع أخوات، واضح؟ ففي هذه الحالة يستوي له المقاسمة ويستوي له الثلث. ورثته بالمقاسمة ورثته بالثلث لن يختلف نصيب الجد، لأن الإخوة مثليه استووا معه. فإذا استوى الإخوة مع مثلي الجد ففي هذه الحالة نقول ورثته بالمقاسمة أو ورثته بالثلث، الأمر لا يختلف. لكن هل نعبر له بالمقاسمة أو نعبر له بالثلث أو يستوي التعبيران؟ محل خلاف بين الفرضيين، وفي تصور القاصر أنه ليس تحت ذلك كبير طائل. لكن لو أننا عبرنا بالفرض، لأن الفرض أقوى من التعصيب، فنقول للجد هنا الثلث، فهو قول قوي. إذن خلاصة الأمر بما يتعلق بالجد والإخوة أنه إذا كان معه صاحب جنس واحد من الأشقة وليس معهم صاحب فرض فإننا نخير الجد بين الأحظ له من المقاسمة ومن ثلث جميع المال، وقد يستوي له الأمران. متى يكون المقاسمة أحظ له؟ إذا كان الإخوة أقل من مثله. ومتى يكون ثلث المال أحظ له؟ إذا كان الإخوة أكثر من مثله. إذا استووا كانوا مثله أو كانوا مثليه ففي هذه الحالة يستوي له المقاسمة والثلث. هذه الحالة فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض. أما إذا كان معهم صاحب فرض وأختم بها المجلس فهو مخير بين المقاسمة وبين ثلث الباقي وبين سدس المال. الحالة الأولى التي ذكرناها إذا لم يكن معهم صاحب فرض. هنا إذا كان معهم صاحب فرض فنخيره بين المقاسمة، بعد أن يأخذ صاحب الفرض أو الفروض نصيبه ففي هذه الحالة نقول الجد يخير، هل الأحظ له المقاسمة يقاسمهم كأخ منهم، أو الأحظ له أن يأخذ ثلث الباقي. انظروا هناك كنا نقول ثلث جميع المال، لكن هنا ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو أصحاب الفروض، أو أن ننظر أن الأحظ له سدس المال. ننظر للمقاسمة إذا كانت خيرا له وأكثر من ثلث الباقي ومن سدس المال. فإذا كان ثلث الباقي أحظ له من السدس نعطيه ثلث الباقي. إذا لم يكن إلا سدس المال فإننا في هذه الحالة نعطيه للجد ويسقط الإخوة. وهذه الحالات كلها فيما إذا بقي أكثر من السدس. أما إذا لم يبقى إلا السدس أو يبقى أقل من السدس أو لم يبقى شيء ففي هذه الحالات كلها يسقط الإخوة. نعطي للجد السدس إذا بقي، ونكمل له السدس إذا لم يبقى إلا أقل من السدس، ونفرض له السدس، ويسقط الإخوة في هذه الحالات كلها. إذن أخذنا إذا كان معه صاحب عين واحدة أو إخوة أشقة أو إخوة لأب، وكان معهم صاحب فرض أو لم يكن معهم صاحب فرض. وفي المجلس القادم إن شاء الله نأخذ ما يتعلق إذا كان معه صنفان، وهي ما يعرف بالمعادة. ومسائل الجد والإخوة نحن لن نكثر فيها من تطبيق المسائل، لأن الضوابط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله فيما يتعلق بأحوال الجد والإخوة خاصة إذا كان معهم أصحاب فروض، فإن تلك الضوابط من يمارس مسائل الجد والإخوة يجد أن بعض هذه الضوابط قد يختل، لكن مع ممارسة طالب العلم للمسائل العملية فإنه يتقن باب الجد والإخوة. القول بأن الجد يسقط الإخوة هذا قول مريح، تستريح معه، ترى جد في المسألة هذا الشيبة ينطح الإخوة وليس لهم شيء،
هذا مريح لك كطالب علم، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن ينظر في مسائل العلم إلى الأسهل له. أنت انظر إلى هذه المسألة وحل على القول الأصعب الذي هو يقول بتشريك الإخوة مع الجد أو بتوريثهم معه حتى تتمرس، لا سيما أنه مذهب الجمهور، وكثير من البلدان هم يأخذون بمذهب الجمهور ولا يأخذون بالقول الذي يسقط الإخوة مع الجد. فطالب العلم لا ينظر إلى السهل في المسائل، إنما ينظر إلى ما يصقل إن شاء الله ملكته الفقهية. الله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.